صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملنا بلح الشام جميل تحفه اهو، ما شاء الله، حكايه وريحته جميله وتجنن، زي اللي بيتباع جاهز بالظبط واحلى. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف الطريقه. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معانا الشربات اهو، كوبايتين سكر، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه ميه عشان السكر ده في الميه، معلقه عسل كلوكوز كبيره، وهنحط الليمونه شرايح ونولع عليهم. هنعمل بلح الشام بتاعنا يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كوبايه ميه، ربع كوبايه زيت، رشه ملح صغيره، معلقه سكر. هنقلب المكونات بتاعتنا دي يا حبايبي، اول ما تغلي هنحط الدقيق بتاعنا، منخليهاش يغلي كتير عشان الميه ما تتبخرش. دول كوبايتين دقيق يا حبايبي ومعلقه نشا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنقلبهم، الميه غليت اهي. هقلبها كتير كويس كده يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد، والنار هاديه خالص عشان السخونيه بتاعت الطاسه برضو. لازم نقلبه كده لحد ما يبرد خالص، منحطش عليه البيض وهو سخن، علشان ايه؟ البيض ما يستويش وما تظهرش ريحة الزفارة. لازم يبرد خالص خالص خالص. الشربات بتاعنا تقل يا حبايبي اهو. نشيل الليمونة بتاعتنا ونركن الشربات يبرد قبل ما نخلص. هنحط البيض بيضة بيضة يا حبايبي، واحدة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. نحط الفانيليا. العجينة بتاعتنا باردة خالص، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. البيضة خلاص اختفت، هنحط البيضة التانية، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط معاها الفانيليا برضو، وهنقلبها برضو لغاية ما تختفي. هحط البيضة التالتة يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. وهقلبها برضو لحد ما تختفي. البيضة الرابعة يا حبايبي، أنا حطيت 4 بيضات عشان ده بيض بلدي صغير،
انت لو بيض كبير حطي 3 بس. يعني دول كوبايتين دقيق وكوباية مية ومعلقة نشا كبيرة حرامية و4 بيضات. العجينة خلصت يا حبايبي اهي، طرية وناعمة وجميلة ما شاء الله. بصوا الملمس بتاعها ناعم ازاي، جميل جدا. عباها بقى احطها في القمع بقى واصبعها. حبايبي لازم تحطيه في الزيت وهو بارد خالص كده، والزيت يكون كتير. واهم حاجة جيبي ايه الكيس اللي هو القماش ده، علشان الكيس البلاستيك بيفرقع يعني ما ينفعش، عشان العجينة دي تقيلة. ايوه خلاص. نار، ولع عليه النار. اهم حاجة هدي النار عشان ايه يستوي كويس، ما يبقاش ني من جوه. اهو يا حبايبي اهو، بس لسه ايه يعني الطاسة ما سخنتش قوي، الزيت لسه ما سخنش قوي، بس ما شاء الله يعني الشكل كده جميل جدا وريحته خطيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. هي داخلة على مرحلة السوا يا حبايبي اهي. بلح الشام بتاعنا جميل اهو ما شاء الله، بس انا مستنيه ياخد لون دهبي كده، يعني سنة بسيطة بس، واحطه في الشربات. هو استوى ما شاء الله وجميل ومقرمش تحفة ما شاء الله. ما شاء الله جميل جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. هو ده اللون اللي انا عايزاه. احطه في الشربات على طول. ويا حبايبي بصوا ما شاء الله، البلح سخن والشربات بارد جدا عشان يتشرب. احطه كده ايه دقيقتين كده بس يتشرب واشيله على طول. اهو يا حبايبي اما اشيله بقى نشيله. بسم الله ما شاء الله، جميل ومقرمش ازاي. هوريكم بقى القرمشه بتاعته. ما شاء الله جميل ازاي يا حبايبي. بصوا صوت القرمشه جميل تحفه ما شاء الله. بصوا شارب الشربات بتاعه جميل ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.